صوت السيدة أم كلثوم جاي منين؟ الاحتلال كان البلد. صوت السيدة أم كلثوم جاي منين؟ هو جاي منين الصوت ده بتاع السيدة أم كلثوم؟ السيدة أم كلثوم قهوة المصريين. قهوة المصريين. قهوة المصريين. قهوة المصريين. قهوة المصريين. انت مصري، انا شامم ريحتك. ايوه انت مصري، وابوس ايدك انت. قول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي مصري، حبيبي. اللهم اجعله خير. مصري صح؟ مصري. انت منين؟ من الدقي. وانت منين؟ من القلل. طب الدولتين دول راحوا فين؟ يعني انتوا بتعرفوا تروحوا؟ بتهربوا؟ انا مش عارف اروح. انا مش عارف اروح يا عم انت. لازم نعرف ماشي؟ لازم الاحتلال حصل ايه؟ يعني انا عايز اطمن اساسا على ست قطاطه، ست قطاطه يعني في الحطابه، هي يعني سحبوا الحطابه ولا هم ضموا الحطابه لبني سويس ولا في ايه؟ ايه بقى اللي حصل؟ ايه؟ ايه انتوا بالفدائيين؟ انا بايدكم لو انتوا انا من ابناء الصمت، لو انتوا عايزين المنغضلون. احنا لازم نعمل وقفه، القضيه مش سهله. الاحتلال وصل لمصر الجديده، ومصر الجديده يعني من الدان اليوبلس، ويعني يومين ثلاثه والاحتلال هيوصل لروكسي. فاحنا لازم نعمل وقفه باللي هي دي، عارفينها دي؟ وقفه من دي، ونتصل باخواتنا المناضلين دول اللي هم في شبرا وفي القلعه وفي والزرانيري، نتصل بيهم او نبعت لهم مسج، واخدين بالكم؟ ونعمل شبكه سريه ومحدش فاهمني غلط في السريه دي، ونطبع مفروشات، ونعمل زي ما عمل الحاج عرابي، كون مجموعه ودخل على الانجليز وراح حاصرهم في ميدان سفكس، والستات هيبقى ليها دور معانا، هتصوت علينا لما احنا نموت، لان لما انت تصحى الصبح تلاقي نفسك الهرم بقى في الغردقه ونهر النيل تحت السرير، ده اللي